مساء الخير عليكم جميعا. يعني الحديث عن قامة وقيمة وقدرة على الإبداع لإنسان جميل زي السيدة الكبيرة سميحة أيوب دي ورثة الحقيقة، لأنها يجب ما تستغرقش دقيقة أو دقيقات أو ساعة أو ساعات، بل قد تستغرق أيام وشهور وسنوات أيضا، لأن ما لها من قدرة ومن تاريخ فني عظيم نتحدث عنه طول عمرنا، طول ما ينورنا، طول ما نؤدي بهذا الأداء الرائع الجميل. والحقيقة يعني ما دام دخلنا في الحكايات فأنا أحكي عن حاجة. يعني أنا تعاملت مع القديرة سميحة أيوب في عدة أعمال فنية، ولكن كان أعمال بالنسبة لي المسرح. أنتقد أمام سميحة أيوب على المسرح فهذا شيء رائع وكبير وجميل وموحي، موحي بالثقة وموحي بالقدرة على الأداء وموحي بأنك تبلغ بعضا من هذه القامة الكبيرة سميحة. في الناس اللي في الثالث المسرحية اللي بعتز بيها لأني تزامنت مع الفنانة القديرة سميحة أيوب كنت بعمل خالها. فالحقيقة هو كان في سفر بعيد ولمدة طويلة، فبيعود منه بيفتح الباب وفي اشتياق شديد جدا إلى أسرته وإلى خالته، فبندفع بسرعة جدا من عمق المسرح إلى أمام المسرح لكي نقبلها برجليها ومن رأسها، فبنعمل كده وبنعمل كده. الحقيقة بقت سينمائية مش مسرحية. فيعني دي أول لقطة مسرحية على المسرح بيتهيألي ما حصلتش قبل كده. الحقيقة يعني أنا سعيد بوجود النهارده، والحقيقة برضو اللي هقعد شايلها طول عمري إني عرفت سميحة أيوب الإنسان قبل الفن. أشكركم.